بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام البنات، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا ملاح وعلى خير بعد زمن طويل ولا مدة طويلة. هاني رجعت لكم بوصفة مملحات. وقبل بان نبداو الوصفة نقول توحشت لي ميساج نتاعكم، لي كومونتير، توحشت كل حاجه، توحشت نحط لكم لي فيديو هكذاك. شوفوا، قبل كلش ميرسي اللي كانوا يبعثوا لي، يعني صح كانوا يقولوا لي رجعي اليوتيوب، وهاني رجعت لكم. يعني مانيش راح نغيب عليكم اكيد، ومحال راح نغيب عليكم. هاني رجعت وراح نرجع لكم ديما بجديد بالنشاط والحيويه. ان شاء الله تكونوا ملاح وعلى خير. صح، عرفت وتأكدت باللي انه عندي عائلة ثانية، انه حب الناس ورثته من ربي سبحانه. الحمد لله يا ربي، حب الناس نعمة وان شاء الله ما يحسدونيش عليها. بالنسبة لوصفة البوراك التركي يجو مملحات هايلين. راح نحتاج كاس ونص نتاع الحليب، والنص الاخر نزيدوه ماء. عندي كاس ونص نتاع الحليب، ونصف الاخر ماء، ملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة سكر، ونخلطوا هذا من المكونات مليح مع بعضهم. هنايا راح نضيف نص كاس نتاع زيت، ديما نعبروا بنفس الكاس اللي عبرنا به، ونخلطوا المكونات مليح مع بعضهم. نبداو نضيفوا هنايا في الفرينه تدريجيا الفرينه والملح مع بعضهم. الملح حوالي ملعقه صغيره هكذا، انا ما نقدرش نقول لكم. خلوا العجينه تكون طريه، وديروا لها شويه تاع الفرينه وقطوها، خلوها تخمر. بعد ما تخمر نكسر هذاك تخمر، ونديرها ديبول على حساب انتي واش تحبيهم، صغار كبار كيما تحبي، متوسطين. انا ندير ديبول عيني ميزاني، ونخليهم ثاني يخمروا شويه. بالنسبه للحشو، واش فيه بطاطا مطبوخه، بطاطا مقليه، فيه بصل مذبل، ذبلته في شويه نتاع زيت مع الملح والفلفل الاسود. عندي دجاج كنت يعني طيبته وطحنته، كميه من الجبن، عندي فلفل اسود والملح. هنايا راح ندير انا كريم فريش، تقدروا تستغنوا على الكريم فريش، تقدروا ديروا جبن نتاع البيدون، جبن بورسيون كيما تحبوا نتوما. ديروا شو لازم ما يكونش خفيف. نجيب العجينه نتاعي نحلها بالمايزينا. هنا لازم العجينه تاعكم تحلوها بالمايزينا وتكون شويه رقيقه. شوفوا بهذه الطريقه، كل ما نحل نزيد المايزينا باش تورق لنا العجينه نتاعنا، والبوراك يجينا مورق. شوفوا هنايا الحشو نتاعنا اللي فيه الدجاج، فيه معدنوس، فيه بصله، وفيه الجبن. نقدر ثاني هنايا نزيد شويه جبن يعطي بنه هايله. ونسكروا الاطراف كيما هكذا، كلوهم ونسكرهم. ونجيبوا صنيوه فيها بابي بور فيها، يعني ولا تقدروا تدهنوها برك بشويه نتاع زيت. وهنا درت ثاني هريسه، تقدروا تستغنوا على الهريسه، ما كانش ما اسهل منها. تحطهم كامل بالطول بهذه الطريقه. بعد ما سويتهم حطيتهم بهذه الطريقه، راح ندهنهم بالبيض من الفوق. ديروا له قهوه تقدروا، ولا شويه نتاع الخل برك باش ما تكونش ريحه البيض. راح ندهنهم هكذاك، ومن بعد راح نقطعهم يعني كيما تحبوا نتوما. قطعهم قبل ما يدخلوا للفرن بهذه الطريقه. يعني راح تجيك صنيوة معمرة صينية، الله يبارك ما شاء الله، هايلة. تزيين اختياري، تقدروا ديروا ساندويتش الجلان، معدنوس، جبن كيما تحبوا نتوما. ديروا الجود بالموجود وندخلوهم للفرن، نخلوهم يطيبوا، نشعلهم من تحت ومن الفوق. ومن تالي ندهنوهم بشوية تاع زيت، تحبي زيت زيتون تحبي زيت. شهية طيبة، شهيتكم في الجنة ان شاء الله. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش بارطاجيو مع لي زامي تاعكم. ما تنسوش تدخلوا في الانستغرام اللي هو ماريا تايبس 03، والفيسبوك اللي هو ماريا تايبس. تلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.